13 غلطة ممكن يبوظوا عليكي يوم فرحك. تجهيزات الفرح وزنقته مهما عدى عليها الوقت بنفضل فاكرينها، وذكريات الفرح كده لما بتيجي بنفتكر قد ايه كنا مزنوقين وبنرتب ومش عارفين نخلص حاجة والدنيا كلها مزنوقة. فطبعا في وسط الزنقة دي في حاجات كتير قوي بتسقط مننا وبتوه عن بالنا، وفي حاجات ممكن نغلط فيها اصلا واحنا مش عارفين، فبالتالي بتنكد علينا في المناسبة بتاعتنا. فانا النهاردة جايبالك معايا 13 غلطة اوعي تعملي اي حاجة منهم في ايام فرحك، عشان يوم فرحك يبقى لطيف وظريف وجميل وتفتكريه كله بالذكريات الحلوة. نبدأ بأول وأهم نصيحة لازم تعمليها. لازم قبل الفرح تقعدي كده تجربي على وشك الميك اب، حتى لو مش حاجة احترافية، حتى لو ما بتعرفيش، كده كده انت جايبة ميك اب في جهازك، او اكيد عندك ميك اب، او ممكن تشوفي واحدة صاحبتك عندها ميك اب. المهم ان انت مش هتغلبي في الموضوع ده، بس لازم تجربي الميك اب على وشك، تعرفي بقى اللي بيليق عليكي، البنكات مثلا، البنيات، يعني شوفي كده باليت الالوان اللي هتليق عليكي، عشان لما تروحي للميك اب ارتست تبقي فاهمة اصلا انت عايزه ايه. ما تروحيش تقولي لها بصي انا ما بعرفش اي حاجه في الميك اب، اعملي لي اللي انت شايفاه صح، او بصي انا محتاره ما بين كذا وكذا. الافضل والاحسن ان انت تبقي محدده الاساسيات اللي انت عايزاها، يعني مثلا الوان كذا عايزاها خفيفه بقى، عايزاها تقيله، عايزاها بتلمع، عايزاها مط، يعني شوفي انت عايزه ايه، بس لازم تبقي رايحه مقرره من الاول خالص انت عايزه ايه. لان انت لو قاعده قدام حد هو مثلا ده شغله وبيبدع فيه زي ما هو عايز، ممكن يطلعك في احسن صوره، بس الصوره دي مش بتاعتك انت، مش شبهك خالص. فانت لازم تبقي عارفه انت عايزه ايه وايه اللي بيليق عليكي، عشان ما تجيش يوم الفرح انا مش عاجبني ده، لا اصلا انا ما كنتش عايزه اللون ده. او مثلا هي ممكن تقترح عليكي لون انت شايفه نفسك مش حلوه فيه مثلا، فتفضلي طول اليوم متقدره بالالوان اللي انت حطاها. فالاحسن كده ان انت تبقي واخده فكره اصلا عن الالوان اللي بتليق عليكي. ولو انت مش عارفه تحددي ايه الالوان اللي بتليق عليكي، شوفي لون الاندر تون بتاعك وحددي الالوان اللي انت هتحطيها في فرحك على اساسه. ولو انت اصلا ما تعرفيش ايه هو الاندر تون او لون الاندر تون بتاعك ايه وعايزه تعرفيه ازاي، فانا هسيب لك فيديو في الديسكريبشن ما تنسيش تشوفيه، عشان ده هيسهل عليكي قوي، لان انا شرحت فيه ايه هو الاندر تون وازاي نعرفه بكذا طريقه. النصيحه الثانيه تبييض الاسنان قبل الفرح باسبوع. اي عروسه عايزه اسنانها في الفرح تبقى منوره وقشطه وبيضه وجميله، فهعمل ايه؟ هروح قبل الفرح باسبوع اعمل تبييض اسنان او تقشير جير او اي حاجه من اللي بتتعمل في الاسنان دي قبلها باسبوع. فانت بقى اسنانك تلتهب بقى، لستك مش عارفه تورم، ايه اللي يحصل؟ تبداي انت طول الاسبوع بدل ما انت بتجهزي لفرحك، لا انت بتدوري على مسكنات لاسنانك. فليه تعملي في نفسك كده؟ معاكي قبل الفرح بشهر شهر ونص حلوه قوي، وامشي على روتين حلو هيحافظ على النتيجه دي معاكي لشهرين والثلاثه. بس المهم انك تنقذي نفسك من الم الاسنان اسبوع الفرح. ثالث نصيحه وهي صبغه الشعر. طبعا مش محتاجه اقولك ان انت ما ينفعش تصبغي شعرك قبل الفرح بيومين ثلاثه، لان الصبغه اصلا بتهيش الشعر. فتخيلي كده تبقي صبغه شعرك عشان تعملي نيو لوك، فبدل ما تعملي نيو لوك لا تبقي قاعده منكوشه وشعرك هايش مش عارفه تلميه ولا تعملي فيه. فليه تعملي كده؟ انت معاكي شهر من قبل الفرح، اصبغي فيه شعرك زي ما انت عايزه، واقعدي بقى طول الفتره دي لحد الفرح حمام كريم بقى، حمام زيت، رطبي شعرك، روقي عليه كده، حتى انت كمان تبقي اخدتي على شكلك كده في المرايه، وتبقي خلاص خدتي على لون شعرك الجديد، وتبقي عارفه تتعاملي عادي من غير مثلا ما تبقي لسه متوتره طب هو اللون حلو، طب ينفع، طب ما ينفعش، وهكذا. فانت خليكي قبلها بشهر احسن. ولو عايزه رايي الشخصي يعني، فانا بقولك بلاش اصلا صبغه شعر قبل الفرح، لان اصلا جوزك ملحقش يشوفك بلون شعرك الاصلي، فاللي هو مش محتاج ان انت تعملي نيو لوك على الفرح، لا هو لسه اصلا ما شافكيش، لسه ما تعودش على شكلك بشعرك، ما تعودش على لونه. يعني خلي النيو لوك بتاع شعرك ده مثلا بعد فتره خلاص بقى عايزه تجددي شعرك، تقصيه، تعملي فيه اي حاجه، اوكي يبقى تمام، هو خلاص شافك بشكلك ده وتعود عليه فانت بتغيري. لكن انت اصلا تغيري من اول الجواز كده، طب بعد فتره تعملي ايه؟ هتبداي تشوفي لون جديد، نفس الحال ما اختلفش. لكن لما مثلا يبقى شعرك اسود او بني، فجاه تعملي لون ثالث خالص، فايه ده، الله شكلك حلو في تغيير، عملتي نيو لوك، ده بقى كده يبقى نيو لوك بحقه حقيقي يعني. لكن يعني ما برجحش قوي في الاول. اما بقى لو انت خلاص يعني قافله في دماغك قوي وعايزه تبقي مرضين من ظروف نفسك كده وتصبغي شعرك، اصبغيه براحتك، بس معاكي قبل الفرح بشهر عشان تلحقي ترطبيه كويس، عشان ما يبقاش هايش منك ايام الفرح. رابع حاجه استخدام الماسكات الجديده قبل الفرح.
يعني يا عروسه انا راضيه ذمتك، معاكي سنه طويله عريضه وانت عارفه فرحك في اليوم الفلاني، خلاص حبكت معاكي تجربي الماسك الجديد ده والغسول الجديد ده قبل فرحك بكام يوم. طب افرضي بقى طلع لك حبوب، عمل لك حساسيه، طلع عندك اي حاجه من الحاجات المكونات بتاعه الماسك ده او الغسول ده، ليه معاكي السنه كلها؟ قولي جربي في وشك وشوفي ترتاحي عليه، عشان اصلا لازم يبقى عندك روتين لبشرتك من قبل فرحك ب6 شهور. 6 شهور انت ما بتحطيش اي حاجه جديده على وشك، لان اصلا انا وانت عارفين ان الحبوب بتتلكك اساسا عشان تطلع في وشنا، اللي هو ايه ده انا عندي فرح قشطه ماشي انا اطلع لك بقى بكره ساعه الفرح بالظبط، فانا ليه اديها سبب تطلع في فرحي انا بقى وتبوظ عليا شكلي وكده؟ لا احنا هنثبت الروتين بتاعنا بقى ومش هنسيب فرصه لاي حاجه جديده ان هي تحصل في وشنا، عشان حتى ايام الفرح من غير ميك اب شكلنا يبقى حلو. خامس نصيحه، لو انت هتعملي تقشير او حقن بلازما او حقن ميزوثيرابي، اي حاجه من اللي انت ممكن تحطيها في بشرتك، بلاش قبل الفرح بشهر وشهرين، لان دي مده قليله قوي. يعني عندك مثلا التقشير بيحتاج روتين بعديه، فانت هتقشري مثلا في خلال اسبوعين او 3، محتاجه اسبوعين او 3 بعدهم، وبعدين محتاجه عنايه بعدهم علشان النتيجه دي تفضل تستمر معاكي وتحلو اكتر. فاللي هو انت محتاجه يبقى معاكي براح كده في الوقت، وفي نفس الوقت انت مش ضامنه رد فعل جسمك على الحاجه اللي انت عملتيها. يعني انت ممكن مثلا تعملي حقن بلازما، سبحان الله هو حلو وجميل وتحفه، بس معاكي انت حبب لك وشك سبقع مثلا، عملتي تقشير فاتحرقتي، يبقى معاكي وقت ان انت تعالجي الاثار الجانبيه اللي حصلت من الحاجه دي. لا عدت سليمه فالحمد لله خير وبركه، نستمر بقى على الروتين ونظبط النتيجه للاحسن. حصل اي حاجه نقدر نصلحها وما نبقاش مزنوقين في الوقت ومتنكدين بقى عشان ميعاد الفرح. سادس حاجه وهي الدايت. بصي بقى انت عارفه نفسك عايزه تخسي شويه، عايزه تظبطي جسمك، مش معقوله هفضل طول السنه اكل زي ما انا عايزه واعمل اللي انا عايزاه كله، واجي خلاص قبل الفرح بشهر بقى هقطع الاكل خالص عشان اخس، عشان الفستان يبقى حلو عليا، عشان شكلي مش عارفه يبقى عامل ازاي. حضرتك كده هتيجي يوم الفرح وهتقعي من طولك اصلا من قله الحاجات اللي جسمك هيبقى محتاجها والمجهود اللي انت فيه، مش هتقدري تكملي يومك بكل حيويه ونشاط، وفي نفس الوقت ده هيأثر عليكي، بشرتك هتبقى شكلها شاحب كده. وكمان اللي انت خسيتيه في الفتره دي، لو انت مثلا خسيتي 5-6 كيلو، بعد ما ترجعي تاكلي جسمك بقى ما هيخزن كل اللي انت هتاكليه، فهتتخني اضعافهم. فانا ليه عشان شهر اتخن بعدها 300 كيلو مثلا؟ لا انا هظبط كده من قبلها بفتره، هلعب رياضه عشان اشد جسمي كده لو انا كنت وزني زايد قوي، وعشان ما يبقاش فيه ترهلات وكده تبقى الدنيا تمام. وهعمل نظام دايت ماشي مع جسمي وفي نفس الوقت مخليني في صحتي الكامله بكل حيويه ونضاره. سابع نقطه وهي لمحبين الشاي والقهوه. شايفاك يا عروسه تعالي هنا هقولك، حاولي على قد ما تقدري ما تشربيش قهوه وشاي كتير، عشان الكافيين اللي فيهم بيساعد على افراز هرمون الكورتيزول، والهرمون ده بيزود القلق والتوتر واحنا مش محتاجين، الله اكبر يعني. وده كمان هيساعد على ظهور الهالات السوداء وان هي تبقى واضحه. فليه نعمل في نفسنا كده؟ نشرب واحده في اليوم، لا عرفنا نقلل تمام، عشان يعني نظبط دماغنا كده ونعمل الدماغ المظبوطه وفي نفس الوقت نبقى تمام. تامن نقطه وهي مرتبطه بالنقطه اللي فاتت، هنقلل الكافيين، هننام بدري ونصحى بدري، فبشرتنا تبقى مليانه نضاره وعينينا ما تبقاش منفخه وشكلنا غريب وهالاتنا السوداء. النوم بدري والصحيان بدري هيساعد جسمك ان هو يبقى صحي اكتر في ايام الفرح. تاسع حاجه، انا عارفه ان قبل الفرح انت يوميا بتبقي في الشارع رفايع بقى على مش عارفه ناقص ايه بجيب، واصلا انا نسيت ايه فهجيبها دلوقتي، فانت معظم الوقت هتبقي بالنهار في عز الشمس كده بره. فالصن بلوك في الفتره دي اهم منك انت شخصيا، عشان بشرتك بقى ما تحمرش والشمس تسبب لك حاجات بقى مش حلوه وتدخلي فرحك بقى غماء درجتين 3 عن لونك. فليه يعني انت عروسه محتاجه تبقي في احسن حالاتك، فالصن بلوك اساسي. وعلى فكره انا كنت متكلمه قبل كده برده عن الصن بلوك، ايه احسن انواعه وتتحط امتى وازاي والحاجات دي، وهسيب لكم برده اللينك في الديسكريبشن ما تنسوش تشوفوه. 10 الحمام المغربي والسويت. ما ينفعش خالص ايفر نيفر اخر حاجه ان انت باول مره في حياتك بتعملي سويت او حمام مغربي قبل فرحك باسبوع او بيومين 3، لان انت كده بتقولي للحبوب يا مرحب يا مرحب. على الاقل خالص اعملي قبل فرحك يا ب6 شهور يا ب3 شهور، علشان تشوفي تاثير الحمام المغربي على جسمك وتاثير السويت على جسمك. ايه هيطلع لك حبوب مثلا ولا لا؟ طب لو طلعت حبوب طلعت بعد قد ايه؟ طب ايه مثلا اللي جاب نتيجه معاكي وايه اللي ما جابش؟ لازم تبقي فاهمه طبيعه جسمك كده، ولازم يعني تشوفي كده تاثير الحاجات اللي انت بتحطيها دي هتعمل فيكي ايه. يعني في ناس مثلا جسمها بيزرق، جسمها بيجيش مع الحاجات دي، بيحصل لها حساسيه، فانت محتاجه تتفادي كل المصايب دي بان انت تجربي اصلا قبل فرحك. وفي نفس الوقت برده عشان تعرفي طبيعه جسمك لما بتعملي الحاجات دي، مثلا نضاره جسمك ونعومته والحاجات دي بتقعد قد ايه معاكي، طب ايه اللي لو حطيتيه بيزود الفتره بتاعه النضاره والحاجات دي. وبالنسبه للفرح نفسه
يفضل ان انت تعمليه يا ليله الحنه يا قبل الحنه بيوم. ليه بقى؟ عشان الحاجات اللي انت بتحطيها على جسمك وكده بتبقى ريحتها لسه موجوده وبتستمر معاكي بالكتير اسبوع، فانت يعني مش هتصرفي فلوس وما تستفاديش بالريحه. ده اول حاجه. اما لو انت عملتي من قبلها باسبوع او شهر، ممكن لو انت مشعره او الشعر عندك بيطلع بسرعه، ممكن بعد اسبوع تلاقي الشعر بدا ينبت، فترجعي تعملي من اول وجديد او تعيدي عليه، ووجع قلب كده انت في غنى عنه، اصلا مش هتبقي فايقاله. وكمان مع هلكه الفرح والترتيبات بقى والطلوع والنزول والحاجات دي كده، الروتين اللي انت عملتيه لجسمك فانت بوظتيه من ناحيه تانية. فالاحسن يعني ما اعتقدش ان في عروسه بتعمل حاجه بقى من اول يوم حنتها، هي بتقعد للحنه وللفرح وبعد كده كله تمام. فيفضل الحاجات دي تكون قبل الحنه بيوم. 11 العدسات. لو انت مش متعوده على العدسات ارجوكي بلاش تلبسيها، جربيها قبل الفرح بيومين وثلاثه. هاتي اي نوع، حتى لو مش ده اللي انت هتحطيهم فرحك، بس هاتي اي نوع شوفي عينك هتعمل ايه. اولا ممكن يبقى عندك حساسيه من العدسات، عينك ما تتقبلهاش اصلا. ثانيا ممكن تفضلي تدمعي من العدسات طول اليوم لو انت مش واخده عليها. انت تحطي الميك اب من هنا والدموع الناحيه الثانيه بتنزل باللي انت حطيتيه في عينك، فانت ليه هتبوظي الميك اب بتاعك عشان حاجه زي كده؟ وانت عينيكي جميله ومتعوده على شكلك بيها، وعريسك مش لسه هيتفاجئ يعني بلون عينك يوم فرحك. واصلا اضرارها اكبر بكتير قوي من ان انت تفكري تجازفي بعينك في يوم فرحك. اما لو انت خلاص يعني طالبه معاكي هي لينسز، يعني لينسز بقى وعينين الهاسكي والجو ده، هاتيها من قبل الفرح واقعدي جربي كده وشوفي عينك هتستحملها لحد فين. 12 بالنسبه بقى لقفله الفستان. يعني بصي، في واحده تقول لك تعالي كده يا عروسه وتقمطك قمطه بقى ما تعرفيش اصلا تقعدي، انت حاسه انت لو قعدتي الفستان هيفلق من كل حته، حاسه ان انت لو خدتي نفسك فالبتاع اصلا كبس على نفسك مش مخليكي عارفه تتنفسي. فليه تعملي في نفسك كده؟ خليه يبقى مربوط باحكام ان هو ما يفكش منك وعارفه تتحركي فيه، يعني حتى جسمك اصلا يبقى بيتحرك كده في الفستان من جوه، بس في نفس الوقت يعني ما يبقاش مربوط قوي لدرجه ان انت خلاص هتموتي بقى ساعتين 3 واغيثوني بقى. وبعد ما تقفلي الفستان اقعدي بيه، قومي يعني شوفي نفسك وانت قاعده عارفه تتنفسي كويس، مريح معاكي في القعده ولا لا. اتحركي بيه حركه بسيطه، شوفيه هيقع منك لا حاسه ان كده تمام، علشان مثلا مع الحركه او كده الفستان ما يتقطعش منك. 13 وارد جدا ان فستانك يبقع يوم الفرح، حد معدي بعصير اتقلب عليكي، انت بتشربي قهوه وقعت، يعني بتخبطي طينه مثلا وانت ماشيه، تراب، اي حاجه حصلت، المهم ان الفستان بتاعك اتبقع. ما تقعديش تعيطي على جنب. هقول لك اكتر حلين ممكن ينقذوكي في اللحظه دي. اول حل وهو الوايبس. الوايبس بيشيل كتير قوي، يعني حتى لو ساب لون مثلا بسيط او كده بس هينضف لك الفستان باكتر حاجه ممكنه. ومعاكي بقى في الايديت بقى والمونتاج والحاجات دي يظبطوا لك بقى الالوان بتاعه البقعه او كده. او رقم 2 الطباشير الابيض. الطباشير هيسحب الزيت بتاع البقعه، لو هي بقعه اكل فهيسحب الزيت خالص، وفي نفس الوقت هيخلي لون البقعه مختلف، يعني لونها باهت كده، فمش هتبقى باينه قوي برده الا بقى لو ركزتي فيها او كانت بقعه بقى يعني كبيره قوي. بس دول اكتر حلين عمليين ممكن تعمليهم بدل ما تروحي تغسلي الفستان وتقعدي بقى بيه مبلول او يبقى باين او هيبقى صعب اصلا ان انت تغسليه مثلا او كده. فيا اما وايبس يا اما طباشير. ولحد هنا يكون فيديو النهارده خلص. بس لو انتوا فاكرين ان الموضوع كده خلص خلاص، احب اقول لكم ان انتوا غلطانين جدا، لسه في جزء تاني بنقط تانية خالص، استنوه. وبس كده يا حلوين، ما تنسوش بقى تقولوا لي رايكم في الفيديو ده والنصايح دي مفيده ولا لا، ولو عايزيني اتكلم في اي موضوع اقترحوا عليا في الكومنتات. وما تنسوش اهم حاجه اللايك والشير والسبسكرايب. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي على خير. سلام.